كل ده الكباتن هي اللي مضروره. مين اللي مضرور يا ابني غير الكابتن؟ فالنهارده لما تيجي تقول لي انا اعمل الثلاث ساعات فاحنا بنلعب، احنا بنهزر، احنا بنضحك على الكباتن. بالنسبه للناس اللي عملت مقاطعه، طبعا احنا منكم عشان ما حدش يقول ان احنا مش منكم، احنا منكم. ايه الاخبار؟ عملتوا ايه؟ المقاطعه وصلتنا لايه؟ احنا ماشيين ورا كباتن دلوقتي بيقول لك نعمل 3 ساعات ووقت الذروه وبتاع. ماشي انا مش هقول انك قابض، مش هقول كده، مش هقول ان انت بتضلل الناس وبتمشيهم في سكه تانية عشان تطول المده، تطول الناس ويأسهم وتخلي الناس عندها يأس. انا عارف ده، انا عارف ان انت بتخلي الناس عندها يأس في ان المقاطعه ما بتعملش حاجه. لكن انت لو انت قلت للناس الحقيقه بدل ما انت وهو قابضين وبتجيبوا يا عيني الكباتن وتعملوا اجتماعات وتعملوا حاجات، بدل ما تقول للناس ان انتوا قابضين فانتوا بتطولوا الدنيا. طيب يا عم، بالنسبه للثلاث 4 ساعات في حاجه حصلت في المقاطعه؟ ما حصلش يا كابتن. اصل مش عارفين هنعمل ايه للشركات. طيب اما مش عارفين نعمل لها ايه؟ ما انا بقول لك انت قابض. لكن انت لو جيت في مره قلت له يا كابتن تعالى بعد اذنك، احنا النهارده اسبوع كامل مقاطعين اوبر وديدي وشغالين على اندرايف، هقول لك ماشي. طب تعالى يا كابتن، احنا النهارده اسبوع كامل مقاطعين اندرايف وشغالين على ديدي واوبر، هقول لك يا عم ماشي. هي دي مقاطعه؟ دي اسمها مقاطعه ان انا اقعد اسبوع 7 ايام ما بفتحش البرنامج، 7 ايام بيتهم اتخرب، 7 ايام مش لاقيين يدوا للمبرمجين اللي عندهم وبتوع الجهاز الامني اللي بيأمنوا البرنامج اصلا من اي هاكر، ان هم بيأمنوا العملاء. كل الناس دي، ما كل دي ناس شغاله. فالنهارده لما تيجي تقول لي انا اعمل الثلاث ساعات فاحنا بنلعب، احنا بنهزر، احنا بنضحك على الكباتن، احنا بنقول للكباتن تعالوا يا مغفلين معانا في المقاطعه. ايه؟ ما هو يا ابني مش كل الناس جهله، في ناس متعلمه. المهنه دي 70% منها، بلاش 70 عشان ناس 60% 50% من المهنه دي ناس متعلمه، ناس معاه شهادات عاليه. فالناس كلها المفروض بتفكر. ففكروا 3 ساعات وارجع اشتغل. ما انا قلتها لك يا ابن الناس، هخش سوبر ماركت مش هشتري منه الصبح، مش هشتري منه فطاري، بس غدايا هشتريه. طب ما انا لو هاخد علبه الجبنه الصبح منه ب 18 جنيه، بالليل هيقول لي معلش انا بقت ب 20. فهو اصبح ان هو عوض خسارته. انما لما يقعد اسبوع كامل محدش بيفتح البرنامج بتاعه، العملاء نفسها بتشتكي، العملاء نفسها عرفت قيمتك. انت تعرف قيمتك لما قعدت اسبوع كامل ما بتروحش للراجل ده. فايه ده؟ اصبح ان انا الايراد بتاعي اثر. فلما الايراد بتاعي اثر معايا هقول ده انا كان عندي فلان كان بيجي لي بس انا زعلته فانا عايز ارضيه، فاقوم عامل له عروض ومثبت له اسعار. اقول له بدل ما تاخد علبه جبنه خد علبه جبنه ومعاه 5 ترغفه ب 18 جنيه. فيقوم هو سيادته عامل لي العروض، اقوم انا جاي اقول له شكرا انا شغال معاك، انت كده بقيت راجل محترم. العروض دي اللي هي ايه؟ ان هو يعلي لي سعر الكيلو، يثبت لي ويعمل له بونص، ويبدا تاني يرجع تاني يشوف الكابتن ويقيم الكابتن ويبقى عارف ان الكابتن مش هفيه. انما انت بتقول لي 3 ساعات. 3 ساعات مين يا عم؟ 3 ساعات مين يا ابو 3 ساعات؟ انت بتضحك علينا ولا بتضحك على الكباتن ولا انت قابض منهم؟ انا بقول لك اهو، بقولها لكم كلكم، كابتن فلان وكابتن فلان وكابتن فلان مش هممهم شغل اوبر اصلا، مش هممهم ان هم يشتغلوا اصلا بالعربيه. لا، مش فارق معاهم. انا فارق معايا ان انا اعمل فيديو واعمل مشاهدات. ما انا كل المشاهدات دي بتجيب لي فلوس، ده غير الاعلانات اللي بتتعمل. انا بس موجود معاك على العربيه علشان خاطر اعرف ايه العيوب وايه المميزات وايه الجديد عشان اقدر اعمل فيديوهات واقدر استمر. ولكن هل ان العربيه فارقه معاك؟ لا، مش فارقه معاك. مش فارق معاك انك تطلع تشتغل 12 ساعه زيك زي اي كابتن طالع عين اهله، انك تطلع تشتغل 12 ساعه مش فارق معاك يابا. وانا عارف ان هو مش فارق معاك. اللي فارق معاك ان انت تعمل فيديوهات وتجيب ناس وتلم ناس وتاخد عدد مشاهدات، وعلى العدد مشاهدات دول القناه تكبر اكتر وسيادتك تستلم درع والتاني يستلم درع والتالت يستلم درع وتبص تلاقي حضرتك عامل فيديو المعرض فلان ومعرض فلان ومعرض فلان. ما هو ده اللي بيتعمل، هو ده مكسبك. انت فاكر ان مكسبك من الفلوس اللي بناخدها واحنا بنحاسب الكابتن حسابك 80 جنيه؟ اتفضل شكرا يا استاذ ربنا يخليك، وهاتها كمان 10 جنيه. هو ده مكسبك؟ انت بتطلع تعمل كده، بتعملش كده. انما الكباتن الشقيانه اللي يا عيني طفحانه اللي كلته، اللي بيطلعوا عشان خاطر رزقهم ورزق عيالهم ورزق بيتهم، واللي عنده عيال واللي عنده زوجه واللي عنده مدارس وعنده كل ده واكل وشرب والواد عيه والبت عيت والكلام، ما كل دوت عشان ايه؟ كل ده الكباتن هي اللي مضروره. مين اللي مضرور يا ابني غير الكابتن؟ العميل مش فارق معاه، العميل يقدر يدفع، يقدر، ما كل حاجه في البلد غليت عليه، احنا اللي رخاص يا كابتن.
يا كابتن يا كابتن بالله عليكم نعمل مقاطعه اسبوع يا اخي. لو في منكم واحد رشيد يا اخي اطلع اطلع شيل نفسك من الحته اللي انت اتحطيت فيها. شيل نفسك من الحته دي وقول انا كنت غلط وانا كنت بضحك عليكم. ما تقولناش يا عم، قول لنفسك انا كنت بضحك عليكم وكنت قابض من الشركات عشان نطول مده ونزهقكم، فما تلاقوا ان احنا مش هنعرف نعمل حاجه فنقوم زهقانين واشتغلنا وخلاص. وهنقول لك ايه اصل احنا بناخد رحله في طريقنا. لا يا عم، لا يا عم، اتقي الله اتقي الله في الكباتن. الكباتن تعبت. الكباتن عندها اللي عنده قسط عربيه، واللي عنده جمعيات، واللي عنده اقساط حاجات جايبها في بيته، واللي بنته عايزه تخش تعليم، واللي ابنه في حضانه، واللي ابنه في مدرسه، واللي ابنه بياخد دروس، وبتاع الدرس زود الدروس، وبتاع فلان عمله. ايه يا عم، ايه يا عم، كل ده مش قلبك مش جاي على الكباتن؟ مش شايف الكباتن؟ انا عارف ان انا طولت عليك الفيديو، حقك عليا، بس فعلا انا زعلان على الكباتن، زعلان على الناس. ليه الناس يا جماعه بعد اذنكم فكروا، فكر شويه، قول انا هبقى انا دلوقتي تعبان. طب ما اتعب اسبوع، اتعب، وانا بقولكش تتعب، بس انت اسبوع اشتغل على برامج وسيب برنامج. نحدد مع بعضنا ان احنا نسيب اندرايف مثلا، هو قص البلاوي والخراب، نسيب اندرايف اسبوع كامل، 7 ايام ما نفتحوش. العملاء مش هتلاقي، العملاء هتقول يا لهوي ده احنا كنا بنركب. طب خلاص يا عم علوا شويه، وهتلاقي الكباتن محترمه. علوا شويه عشان الناس تقدر تعيش. انا عندي كلام كتير جدا عايز اقوله، بس انا ماسك نفسي وماسك لساني وماسك كل حاجه. الكباتن تعبانه، اتقوا الله في الكباتن، والكباتن نفسها تتقي الله في نفسها، اتقي الله في نفسك. انا مش عارف اقول ايه تاني، انا ما عنديش اي كلام. اكيد هطلع لك بفيديو يفيدك، يعني انا نفسي اطلع لك بحاجه تفيدك، وانا هبحث وهدور واشوف ايه اللي نقدر نعمله نخلينا نعدي المحنه اللي احنا فيها.